ديالي سي خنوش فنظري ارتكب غلط. في عمري 25 عام وكنحس براسي فحالي في عمري 80 عام. وبنادم كيبات لينا ناعس وكيفكر الزيت بوطه ملح الزيت بوطه سكر، شنو هي المصيبه بزاف. وهذا الشيء كله راه قابل البركان، راه الا بقاو خلاو حتى الشعب فاض راه والله لا بقاو ما يجمعوا. راه على 17 مليار درهم وجوج مغرقه المغرب بالكفاف. كيتسمى الطواميس بحال داكشي اللي درتي انت المغاربه، الطواميس وبقيتي عليهم بلاصه. انت هو ابي لهب، انت هو ابي لهب. السلام عليكم. لما نطولوا ندخلوا نشوف في الموضوع اللي حير الشعب، الموضوع اللي قهر المواطن المغربي في هاد الايام الاخر. بلا شك راكم عرفتوه، غلاء الاسعار. ولكن السؤال المطروح علاش؟ واش بصح دوك الناس المسؤولين كيحسوا بديك المسؤوليه اللي على العاتق ديالهم، اولا غير المسؤوليه بالسميه؟ علاش كلشي كيقول انا ماشي سوق؟ واش بنادم حتى لهاد الدرجه هذه كيبغي غير راسو؟ راه بصح حنا كشعب كمواطنين، مني انا وانت وانتي والاخر والاخرين خاصنا نوقفوا يد وحده على رجل وحده وبصوت واحد وبشعار واحد اللي هو لا لغلاء الاسعار. وحنا كمغاربه كشعب واش بصح كيبان لكم ان ديك 10 سنين اللي داز في عهد الحزب ديال العداله والتنميه اللي كيدعيو عليها ب10 سنوات ديال الجفاف والقحط، واللي كانت بدات بالضبط في 2011 ملي ربحوا الانتخابات وكانوا المغاربه في نفس الوضعيه؟ ولكن اللي غريب اللي ما عرفتش انتم واش لاحظوه ولا لا هو انهم نسخ حزب العداله والتنميه ونجح اخنوش باش يستولي على الرئاسه ديال الحكومه تحت الحزب ديالو المسمى بحزب التجمع الوطني للاحرار، ومن تما السيد ولا باغي يركب فوق الموجه كيف ما كنقول وزاد دفع علينا صدره. احنا ما حاسدينوش كملياردير ولا لاباس عليه، الله يزيدو، ولكن باش ياكل عرق الشعب ويجي يقول لنا انا غادي نربيكم فهذه حتى شي واحد ما غيستلي عليها. وانا نقول لكم في العهد ديال الحكومه ديال بن كيران ولا ديال العثماني الا عقلتوا درنا بزاف ديال الاضرابات والمقاطعات، واللي كانت اخر وحده فيهم في 2018 على سيدي علي وسونطرال وحتى افريقيا اللي استخنوش ضروري ما يكون الصباع ديالو تما طالع واكل نازل واكل في كلشي، ومن تما ناض اخنوش حزم راسو وبغى يبين طموح ديالو بكري على اساس يربح في الانتخابات ديال 2021 وفي 2019 حزب التجمع الوطني للاحرار اللي هو ضمنيا تابع ليه دار الحمله ديالو، ولكن واخا هكاك لقات انتقادات من طرف الخصوم ديالو والشعب المغربي بداعي انه استثمر بزاف ديال الفلوس في ديك الحملات. هادشي راه بزاف، المواطن المغربي راه مقص على واحد درجه كبيره، ولكن شكون اللي مستوق ليه؟ موت انت ولا قطع راسك. دابا غير باش تعرف اغلبيه المغاربه مكونين من الطبقات الضعيفه والطبقه المتوسطه، اما الطبقه الغنيه فهذيك حديث ولا حرج عليها. هاد الطبقه الضعيفه ولا المتوسطه اللي مني انا وجبد كلنا في وضعيه صعيبه، واللي ما مجروح مبرقق. واش عباد الله حنا في القرن 21 وعباد الله مازال كتخلص ب 70 80 درهم، وإلا جرات كاع كتوصل حتى ل 100 درهم. واش هاد المواطن اللي غيتخلص ب 100 درهم وهما البوطناويين يزيدوا فيها ويوصلوا حتى 140 درهم، اذا غيخدم النهار كله ديال تماره وفي الاخر ما يخلصش حتى بوطه باش يطيب العشاء لولادو؟ هذه غير بوطه، ما بالك المسائل والضروريات الاخرين؟ ما يمكنش. راه ولينا حاليا في المغرب قدام الاسعار ديال اوروبا والمعيشه ديال الصومال، وحنا مازال اليوم تابعين التفاهات. فاتحه روتيني اليومي تشدات لا حكا ولوا الدنيا بات ما تطلقات ازيرو معنا سيادنا، قضيه ما بقاش فيها لا. انا نتحداكم شنو الحاجه اللي باقي ما تزادش فيها؟ واخا انا كيبان لي كلشي تزاد فيه تقريبا، وحتى كاع اللي ما تزادش فيه راه ناويين يزيدوا فيه الا بقينا ساكتين بحال هكا. وحكا ما حكا نوضوا ندعموا الشباب اللي بغى يتزوج، انا بالي غتكسسوا على الشباب وحتى دوك اللي مجوجين غينوضوا يطلقوا بقوه هاد المصاريف اللي درتو. نوضوا دعموا غير البنادم ما ياكل، دعموا غير المواد الغذائيه، دعموا غير البترول والغاز اللي وصلوا اليوم ل 15 16 درهم. راه المواطنين مقصحين بزاف. واش الناس مازالين مدعسين مع الهشاشه والتهميش والعزله في القرى وفي البوادي وانت باغي توصل لهم الزيت ل 20 درهم؟ اذا في نظرك انت شنو هو الحل قدام هذا المواطن؟ فريمون هادشي كيضر في القلب. واش بصح اللي درويش ما يعيش؟ واش اللي درويش ما يسافرش ويستمتع؟ بقاش المازوط والمصاريف تزادوا؟ واش اللي درويش ما ياكلش هو داكشي اللي بغا بحالو بحال الناس؟ واش اللي درويش ما يرتاحش واحد النهار ولا يومين في السيمانه وما تبانش فيه؟ راه باينه غير الدرويش غير كيريح غير نهار كتبان فيه ما كيلقاش ما يعطي الولاد. واش ما نطولوش بزاف؟ هادشي راه كلشي باين. كيبقى الراي الاول والاخر ديالكم نتوما كشعب وكمواطنين، عندكم الحريه باش تلقاو بالراي ديالكم وتوصلوا الصوت ديالكم للمسؤولين. غير واحد السؤال، واش نتوما راضين على الحكومه ديال بن كيران والعثماني اللي دوزات واحد 10 سنين كانوا كيوصفوها لبعض 10 سنين ديال المجاعه والجفاف، اولا راضين على حزب التجمع الوطني للاحرار بقياده الملياردير السي خنوش اللي راكم شفتوا هذه غير البدايه ديالو، والله اعلم شنو باقي مخبي لينا من هنا للقدام. على العموم خليو لي الراي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تخليو واحد لايك باش يزيد يتفاعل ويطلع الفيديو لبزاف ديال الناس، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش كلشي يوصل ليه هاد الظلم والمنكر اللي عايشين فيه. تهلاو فراسكم.